السلام عليكم. الفيديو ده هيبقى بكل بساطة شرح. طبعا أنا لماذا أنا ملحد، ده هيبقى الشرح للفيديو ده. طبعا أنا كنت عملت فيديوهات قبل كده لماذا تركت الإسلام، ولكن ما اتكلمتش فيها عن الإلحاد بصفة محددة. فخليني بقى أتكلم بجد عن الإلحاد وإزاي وصلت للإلحاد أولا، وثانيا إيه هو الإلحاد، ايه الفرق بينه وبين مثلا الاسماء الاخرى المتداوله من مثلا اللادينيه والربوبيه واللا ادريه والى اخره. فهبدا الحوار ده الاول بشرح ايه هو الالحاد، وليه انا ملحد، وايه يعني ايه الاسباب اللي وصلتني لكده. فاول شيء ايه هو الالحاد؟ الالحاد بكل بساطه ودقق قوي في الكلام اللي انا بقوله هنا، لان كل كلمه موزونه ومهمه، حتى الترتيب مهم. ماشي؟ فالالحاد هو اجابه عن سؤال محدد، وهو سؤال واحد فقط: هل تؤمن بوجود اله؟ خلي بالك كويس هنا، مش هل يوجد اله، لا، السؤال هو هل تؤمن 50 خط تحت تؤمن بوجود إله. الإلحاد لا يقول أي شيء عن وجود أو عدم وجود إله، فقط يتحدث عن إيمان الشخص المتحدث بوجود إله أو عدم إيمانه بوجود إله، مش إيمانه بعدم وجود إله. في اختلاف جامد هنا، إنك أنت تؤمن بعدم وجود إله وإنك أنت لا تؤمن بوجود إله. اختلاف شاسع، ولو مش فاهم اقرا زيادة. ماشي؟ إذا يبقى احنا سؤال الإلحاد إجابة على سؤال الإيمان، مش سؤال الوجود. في فرق شاسع هنا، إن أنا لما بتكلم عن إيماني أنا بشيء وبوجود الشيء، دول سؤالين يختلفوا تماما. ماشي؟ فأي شخص بتهيأله إن الإلحاد هو بيقول قطعا لا يوجد إله، يبقى يعني صراحة انت كل فكرك عن الإلحاد خاطئ، ولازم تبدأ تقرأ من جديد لأنك انت مش فاهم. بالذات الناس اللي مثلا بتذكر ريتشارد دوكنز ودانيال دانت وسام هاريس. ريتشارد دوكنز عمل سكيل من 1 ل7، ويعني لو مش فاهم ايه الكلام اللي بيتقال، خش على النت واكتب ريتشارد دوكنز atheism scale، وانا هحط لينك تحت للشرح بتاع السكيل ده من دوكنز يعني. ويعني هتلاقي ان الناس بتقول انا مش من رايي مش كده، ولكن اللي بيتقال من معظم الناس اللي بيتكلموا عن الموضوع ده ان ريتشارد دوكنز متشدد، ان هو اكثر تشددا. فبالتالي لو هو فعلا اكثر تشددا، هو ما بيقولش قطعا ان لا يوجد اله. مفيش اي شخص عالم او بيفهم في العلم بيتكلم على نفي وجود شيء مهما كان هذا الشيء، لانه من المستحيل انك انت تنفي وجود الشيء. صح؟ فبالتالي خلينا بقى نخش انا وصلت للإلحاد ازاي. الاجابه دي وصلت لها ازاي؟ ان انا لا اؤمن بوجود الله. بكل بساطه السؤال اللي بيطرح، انا دلوقتي موجود في الكون، اتولدت، كبرت، بدات افكر، لقيت نفسي ان انا موجود في الكون ده، ومعرفش اي شيء عن كيف اتى هذا الكون، او يعني الجهل عندي 100% في البدايه. فببدا اسال اسئله عشان اعرف انا فين. انت لازم عشان تعرف اجابه لازم تبدا بسؤال، مش تبدا باجابه الاول وبعد كده تحاول تجيب الادله اللي تدعم الاجابه. لا، بتسال اسئله وبتشوف الادله بتوصلك لفين. فاذا انا السؤال اللي بيوصلني للإلحاد كيف أتى الكون؟ فبدأت أشوف، بدأت أقرأ، بدأت أتثقف، بدأت أشوف إيه آراء الناس. لقيت إن بكل صراحة العلم الحديث ما عندوش إجابة للسؤال ده. لا نعرف من أين أتى الكون.
عرفنا من اين اتى الانسان، نظريه التطور والايبايوجينيسيس. عرفنا ايه قصه الكون لحد البيج بانج. ولكن قبل البيج بانج لا يوجد اي علم او دلائل. مش لا يوجد علم، لان في علم ولكن لسه في بدايته. فمفيش اي ادله توصلك للكون جه من ازاي. في فرضيات وفي نظريات، ولكن مفيش ادله توصلك. فبالتالي الاجابه الصحيحه هنا كيف اتى الكون؟ لا توجد اجابه. فبالتالي واحد جه قال لي انا عارف دلوقتي ان مفيش اجابه، مفيش ادله على وجود اله، او على كيف اتى الكون. مفيش ادله على كيف اتى الكون اساسا. فجي واحد وقال لي انا عندي الاجابه بتاع كيف اتى الكون. اوكي طيب مش ايه الاجابه دي؟ قال لي في اله، شخص او كائن بره الكون هو اللي خلق الكون. فين الادله؟ ادله الماديه الحسيه اللي انا ممكن اطلع واتاكد منها بنفسي النهارده. فين الادله؟ ما عنديش ادله. اوكي سلام، روح بيتكم، مش خلاص انتهت الفكره. يعني ايه هو ده؟ انا دلوقتي في الموقف اللي انا فيه، انا في الكون، لا اعرف الكون من جه منين، ومش هصدق اي حاجه بدون دليل مادي. لان انا خلاص عارف ان في ناس بتضحك، ونصابين بتضحك على الناس وبتقول لهم ان في خرافات وهبل. فبالتالي انا لا اؤمن باي شيء بدون دليل مادي حسي انا ممكن اتاكد منه بنفسي. ماشي؟ ما تقوليش بقى واحد من 1400 سنه والكلام الفاضي ده، ما يهمنيش. لا، عايز اشياء تدلني النهارده حالا، تجربه اطلع اتاكد منها بالكلام ده. ماشي؟ فاذا بالتالي بكل بساطه الالحاد وصلت له عن طرح السؤال ده وطرح اجابه من شخص او من مجموعه بدون دليل على الاجابه اللي طرحوها. فبالتالي اصبحت ملحد، لان معظم الناس بتؤمن بالاله. يعني لو الناس مش بتؤمن بوجود اله، كلمه الالحاد ملهاش معنى. يعني طالما الطرح ده مش موجود، كلمه الالحاد ملهاش معنى. انما احنا دلوقتي وصلنا لمرحله ان احنا الاجابه فيها ما نعرفش. بس الاجابه ما نعرفش، فبالتالي لا يمكن ان انا اؤمن بشيء وانا اساسا ما اعرفش الاجابه. فدي الطريقه اللي وصلت بيها للالحاد. في بقى فروق تانية عايز برضه اوضحها كويس، لان برضه في ناس حتى ملحدين مش فاهمين القصه ماشيه ازاي. فعايز اوضح الفرق مثلا بين الالحاد واللادينيه والربوبيه واللا ادريه. فهبدا باوسع امبريلا او اوسع شمسيه تحط تحتها كل الاشياء دي. هبدا باللي هي اللادينيه. اللادينيه بتحتوي على الربوبيه، على الالحاد، وعلى اللا ادريه. لانك انت طالما ربوبي يعني ما عندكش دين، طالما لا ادري يبقى ما عندكش دين، طالما ملحد ما عندكش دين. فبالتالي لا دينيه بتنطبق على كل هؤلاء. اوكي؟ فالسؤال دايما ليه ما بتدعيش مثلا للا دينيه او بتتكلم باللا دينيه؟ لان انا في ناس في اللا دينيه بيؤمنوا برب، وفي ناس في اللا دينيه بيؤمنوا بحاجات خرافيه تانية. ما عندهمش دين ولكن بيؤمنوا بخرافات، اللي هي بقى السوبر، اللي هي النيو ايج، اللي هي الحاجات النيو ايج، اللي هي بقى السوبر فورس والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه ده. فبالتالي اللا دينيه اي نعم انا موجود فيها، انا لا ديني لان ما عنديش دين، ولكن انا لو هدعو لشيء مش هدعو للا دينيه، لان اللا دينيه لا تكفي كموقف من الاسئله المعينه اللي انا بحاول اتكلم فيها على الاقل في القناه دي. هنخش على اللا ادريه، لان اللا ادريه فيها حاجات كتيره يعني غريبه. لان هي فكره نفسها اللي هي بتقول بس ان انا مش متاكد او ما اعرفش. فممكن تكون مش متاكد وما تعرفش ولكن مؤمن. يعني في ناس لا ادريين ملحدين، وفي ناس لا ادريين ثيستيين او ربوبيين. بيقول لك انا ما اعرفش في اله ولا لا، ولكن انا اؤمن او لا اؤمن. يعني فاهم؟
فبالتالي اللا ادريه اكيد انا منها، لان انا لا ادري، ما عنديش اي اجابات عن وجود الكون، لان لا ادريه بتجاوب هنا عن وجود الكون نفسه. لا ادريه هي بتتكلم عن وجود الكون، وجود اله للكون ده او عدم وجود اله للكون ده. لا ادري ده الاجابه الوحيده الصحيحه، لا ادري، لان انا لا اعرف، ما اعرفش، ما عنديش اي ادله تدلني على اللي قبل الكون، فبالتالي لا ادريه بتنطبق عليا انا برضو. ولكن انا يعني بصفتي كملحد تاني هنا لا اؤمن بوجود اله، لا اؤمن بوجود اله، مش اؤمن بعدم وجود اله، لا اؤمن بوجود اله. فانا مش يعني مش متفق مع الناس الربوبيين اللي هم برضو لا ادريين. فبالتالي انا لو هدعو لشيء بنفسي على القناه بتاعتي مش هدعو لللا ادريه، لان انا واخد موقف في سؤال معين، وهو ده السؤال اللي انا بتكلم عنه النهارده او في اي يوم تاني. في الربوبيه هي موقف محترم، يعني مش ضايع خالص مثلا زي الاسلام او المسيحيه. ولكن برضه انا من رايي ان طالما ما فيش دليل يبقى ما فيش لازمه انك انت تقول على نفسك ربوبي. بتهيألي ان لا ادري غير محدد اسهل واحسن، على الاقل منطقيا في الكلام ده، لانك انت لو لا تعرف دخلت الربوبيه ليه؟ جبت الربوبيه ليه؟ والا لو انت بتتكلم عن مثلا ربوبيه زي اله سبينوزا، فبالتالي يبقى هو السبب كان ما كان، هو ده بتسميه الرب وخلاص وانتهينا على كده، ودي حاجه محترمه وانا ممكن فعلا اتاكد منها. ولكن عشان الالفاظ اللي بتستخدم في كلمه الربوبيه او الاله او الرب بتلخبط الناس اليومين دول، مش كل الناس عندها الرقي في التفكير مثلا زي اينشتاين او سبينوزا، فلازم بالتالي ان انا اخد موقف حاسم في الموضوع ده. فيعني الربوبيه انا طبعا مش مؤمن بيها 100%، ولكن من رايي ان هي على الاقل موقف محترم. اي نعم مفيش عليه ادله، ولكن ممكن انك انت تتحاور حواليه. يعني طبعا مفيش ادله قاطعه تنهي الاله، وبرضه مفيش ادله خالص تاكد ان في رب. فيعني ممكن تعمل فرضيات ونتكلم فيها وفلسفه وكلام كده، زي برضو نظريات الفيزياء الحاليه او الفرضيات الفيزياء الحاليه اللي بتقترح اجابات لكيف وجد الكون ولكن لا يوجد عليها ادله، يعني تعتبر فلسفه دلوقتي. فيعني عادي، مش اشكال، كلام كويس ممكن نتكلم فيه انا وانت، محدش هيبقى عنده حد رده ولا الكلام من ده، ممكن عادي، دي على الاقل موقف محترم ممكن الواحد يتناقش فيه. ف ده الربوبيه بس. فبيتهيألي ان كده الفيديو ده وصل الفكره اللي انا عايز اوريها للناس. وهعمل فيديو تاني دلوقتي حالا عن شيء اخر، رد على واحد معين، عن برضه حكايه الالحاد، لان في ناس كتيره مش فاهمه ايه قصه الالحاد. يعني مش في ناس كتيره بيتهيأ لها ان الالحاد بيقول لا يوجد اله. الالحاد لا يقول هذا الشيء بالمره. معظم الاوقات يعني 99% الملحد يقول انا لا اؤمن بوجود اله، لا يقول اي شيء عن وجود او عدم وجود اله. سلام.